لدي مصطلح أستخدمه كثيرا، الجوبلزية الجديدة. جوبلزية نعم. نسبة نعم. إلى جوبلز، اكذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك، بالضبط، أو حتى يعلق شيء نعم. في أذهان الجماهير. نعم. نسبة نعم. إلى جوبلز وزير إعلام هتلر الشهير. نعم. وأنا بعتقد من وجهة نظري أنه مسكين هذا جوبلز، والله أنه مسكين بتاع هتلر، يعني بيسبوا عليه وبيبصقوا عليه وبقول لك كذب، وهم الآن الذي أسس إلى فكر هم الآن النظرية الجوبلزية أصبحت أكثر تطورا ب1000 مرة مما كانت عليه في العصر النازي. صحيح. بسبب الميزانيات الهائلة لوسائل الإعلام، بسبب تنوع وسائل الإعلام، وهناك أكبر ديكتاتورية تحكم مجلس الأمن والأمم المتحدة. نفس الكلام ينطبق على الإعلام. الإعلام الذي يوجه العالم الآن هو إعلام غربي وأمريكي تحديدا. هو خيانة الأمانة الصحفية، هو ضغوط على شيء ما كان صاير. على زمان هتلر كان مسؤول الدعاية تبعه يقول له اكذب ثم اكذب ثم اكذب، لابد أن يعلق شيء أو حتى يصدق الناس. إلها روايتين. طب هذا اللي عم يصير، يعني هذا اللي عم